هو تطور خطير وغير عادي على معبر رفح، حيث اشتباك مسلح بين مصر وإسرائيل وقع على الشريط الحدودي وبين الطرفان. بين بأن هناك اتصالات وتحقيقات بشأن الحادث. المتحدث العسكري باسم الجيش المصري أكد مقتل جندي في اشتباك على الشريط الحدودي عند معبر رفح. من جانبه أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن لا إصابات في صفوف قواته، فيما قال بأن الجانب المصري هو من بدأ إطلاق النار. مصدر أمني مصري قال بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه وقع إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر فلسطينية، وبأن إطلاق النار كان بعدة اتجاهات. عندها قام الجندي المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران. معنا مشاهدينا من القدس مراسل مدير مكتب العربية. قبل أن أنتقل إلى القدس أنتقل إلى غسان ومزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. غسان تفضل. ليال، نتحدث عن هذا الحدث الأمني اللافت والحساس جدا على الحدود الفلسطينية المصرية، تحديدا في منطقة معبر رفح. في هذه المنطقة نعود إلى الخارطة بشكل أوسع، نتحدث عن هذه الحدود. هناك الأنباء تتوارد حتى هذه اللحظة وحتى هذه الساعة تشير بأن هناك إطلاق نار وقع بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل جندي مصري. قبل قليل كما ذكرت مصدر أمني مصري قال بأنه رد على تبادل لإطلاق النار في الجانب الفلسطيني بين الجيش الإسرائيلي وعناصر فلسطينية مسلحة هناك. لكن جاء قبل قليل أيضا تحقيقات من الجانب الإسرائيلي قبل دقائق هناك في أنباء عاجلة بأن قوة إسرائيلية، قوة هندسية إسرائيلية كانت تتعامل مع أحد الأنفاق على محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين كما نشاهد في هذه المنطقة. هنا قوة هندسية، هذه التعامل مع هذه القوة الهندسية قالت التحقيقات الإسرائيلية الأولية بأن الجندي الإسرائيلي أطلق النار باتجاه مركبة عسكرية إسرائيلية، وبالتالي قامت القوات الإسرائيلية بالرد على مصدر النيران وهو الجانب المصري، ما أدى إلى مقتل هذا الجندي المصري. لكن حتى الآن ليال لم يتضح إن كان أين وقع هذا الحادث تحديدا. نتحدث عن تقريبا ثلثي محور فيلادلفيا تسيطر عليه القوات الإسرائيلية. أين وقع هذا الحادث ليس واضح حتى هذه اللحظة. ونتحدث أيضا هناك وسائل إعلام إسرائيلية قالت بأن الحادث وقع عند معبر رفح، وكما نشاهد هذا هو الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي تسيطر عليه إسرائيل منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وهذا الجانب المصري. وبالتالي هناك يعني بحسب وسائل إعلام إسرائيلية ليال تقول بأن الاشتباك وقع في هذه المنطقة. ليال، طبعا يعني السؤال حتى اللحظة أين وقع الاشتباك، وليس هناك يعني بانتظار لجنة التحقيق المصرية. لكن غسان، كان هناك معطيات إسرائيلية حول وقوع قتلى من الجانب المصري. هل هناك أي تأكيدات حول هذا الموضوع أم أن يعني حتى الساعة ليس هناك أي شيء رسمي من الجانب المصري؟ بطبيعة الحال ليال، كان الجانب المصري أكد مقتل أحد عناصره من القوات المسلحة الموجودة على الجانب المصري في هذا اليوم خلال الساعات الماضية. الجانب الإسرائيلي ما زال يؤكد حتى هذه اللحظة بأن العملية التي حدثت أو الاشتباك النادر والحساس على الحدود مع رفح وقع خلال يعني وجود مركبة عسكرية كانت تتعامل لقوة هندسية كانت تتعامل مع فتحة نفق على هذا المحور، وتم إطلاق نار من الجانب المصري باتجاه هذه المركبة العسكرية، ما استدعى القوات الإسرائيلية إلى الرد. لكن كما أشرنا بأنه لغاية على كل حال لا توجد أي تفاصيل حول أين وكيف حيثيات أو تفاصيل هذه الحادثة.